انطلقت عملية بحث وإنقاذ دولية واسعة النطاق بالقرب من مدينة طنطان إثر حادثة وقعت على هامش مناورات الأسد الإفريقي 2026. العملية تشارك فيها سفن وطائرات استطلاع وفرق ميدانية بعد ورود تقارير عن اختفاء جنديين أمريكيين في عرض المحيط الأطلسي. الحقيقة الكاملة لما حدث بعد الفاصل. أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموجز الإخباري. صرح مسؤول دفاع أمريكي لوكالة رويترز أن التقارير الأولية تشير إلى أن الجنديين سقطا في المحيط، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الحادث ليس له أي صلة بالإرهاب. وحول تفاصيل الواقعة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجنود كانوا يتنزهون مساء في منطقة التدريب حين سقط أحدهم من جرف صخري إلى البحر. وأوضح مسؤول عسكري ثان أن جنوداً آخرين حاولوا إنقاذه عبر تشكيل سلسلة بشرية على طول جرف، لكن موجة قوية جرفت 2 منهم إلى المحيط، وقد تم إنقاذ الشخص الأول الذي سقط، بينما لا يزال 2 آخران في عداد المفقودين. وتشارك في عمليات التمشيط حالياً مروحيات مغربية من طراز بيوما وسوبر بوما، ومروحية أمريكية من طراز شينوك، بالإضافة إلى طائرات استطلاع وفرقاطات بحرية مغربية وفرنسية. كما انضمت للبحث فرق مغربية متخصصة في التسلق والغوص مدعومة بطائرات درون استطلاعية. يذكر أن نسخة 2026 من مناورات الأسد الإفريقي كانت قد انطلقت في 27 من أبريل وتستمر حتى 8 من مايو في 4 دول هي المغرب، غانا، السنغال وتونس، حيث تتركز غالبية هذه التمارين في المملكة المغربية، ويشارك فيها نحو 5000 جندي من أكثر من 40 دولة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الخبر. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.